السويس ومن داخل ترسانة بورتوفيق البحرية نلتقي بالسيد اللواء أركان حرب أحمد حلمي الهياتمي محافظ السويس وسبب مرحب بك يا فندم. ما هو سبب تفقد الزيارة هنا في الترسانة؟ احنا اي موقف بيحصل اسرع. احنا عندنا طبعا الحمايه المدنيه، لكن نهايه قناه السويس موجوده. انتوا عارفين ان في السويس يعتبر لها عمق تاريخي في السويس، فبناء عليه ان هي بتتحرك مع الحمايه المدنيه على طول، بحيث ان هم حصل موقف طفل كان وقع وهم من غير حتى ما اتصلنا بالحمايه المدنيه، ففي تنسيق على طول بينهم، فتحركوا ووصلوا وعملوا. انا طبعا عارف الموضوع اللي يخرج في خلال اليوم الاول والثاني، يعني معناها ان هم توفيق الله سبحانه وتعالى عرفوا ان هو يحاربوا جوه تحت الميه لغايه ما يوصلوا له. وطبعا حتى اهل اللي حصلوا الموقف كانوا طبعا قاعدين واقفين على الميه مستنيين، فالحمد لله هم جم في توقيت المناسب وربنا وفقهم. فانا قلت لا لازم يعني احييهم، وانا بحييهم بميداليه. الميداليه عندنا دي تعتبر يعني اهم حاجه وحاجه غاليه علينا، فاديت لهم ميداليه المحافظه وقلت لهم متشكرين، واحنا عارفين ان هم من غير حاجه بيدخلوا معانا، ومن غير حاجه احنا حتى في عزبه الصفيح لما جيت لقيت في بعض الحاجات الناقصه وانا الميزانيه ما فيش، اتصلت بسيد الفريق ما فيش وتعاون واداني مبلغ يمكن 2 مليون وعملنا الحاجات الناقصه، ويمكن لغايه دلوقتي في شغل شغالين هناك ونقلنا الناس فعلا. وبحييه وبحيي سيد الفريق مميش وبسلم عليه وبقول له احنا حتى اهوت الحاجه اللي خدناها منك عملناها وناس اتنقلت وناس كذا، فبنشكرك وبنشكر هيئه قناه السويس وربنا يوفقهم باذن الله. شكرا يا فندم. شكرا. الصفيح الناس بتوع الصفيح اللي بنقلوا دول كان في حاجات ناقصه، هو سايب معايا على طول، واول ما قلت له راح على طول انا لسه واصل واتنقلوا فعلا ومكانهم القديم التهدي خلاص. فدي تعتبر عملنا اهو. اشكروا لي سيد الفريق مميش وانتم ابطال، واحنا ما بنحتاج حاجه لا جنبينا على طول المنقذ، وانا عارف ان انتم ابطال. بس الاول اللي كانوا في الميه. ايوه يا فندم، ما هو ده ما انا بقول لحضرتك كده. انا عارف احنا كقاده عمرنا ما فكرنا ناخد احنا. لا يا فندم، صح يا فندم، احنا بنفكر على البطل اللي كان في الميه. تمام. وبعدين نكرم بعد كده اللي هو خطط له، اللي هو تمام يا فندم. فاهمين قصدي؟ احنا كده في جيشنا كده. تمام. لا العسكري بطل كل قائد بيدور عليه هو، ولا عمره دور على نفسه. تمام. انا بسلم عليك واشكرك جدع. انا الشكر لكل اللي كانوا معايا زميلي او رئيس محمود او باشمهندس. بقول لك يا زعيم فندم بص لحضرتك لحظه. استاذنك برضه ممكن تتصور مع حضرتك؟ واحده ليه؟ تعالى بطل كوكا محمود الاثنين كانوا في الميه. الرئيس بتاعهم هات الميداليه. طبعا الميداليه رمز، بس رمز لايه؟ رمز مهم، مفيش فلوس ولا ثمن. الدرع اللي بديه انا اديت النهارده درع اللي هو المهندس محمود اللي جاي في الشركه الخضراء عشان راجل عسكري يعرف قيمه الدروع. تمام. وانا فخور عارف الدرع ده. احنا الميداليه لها قوه لها كل حاجه، وانا جاي لكم عشان كده. هات لي ميداليه. متشكرين يا فندم، شكرا. يعني احنا خطوه حضرتك دي عندنا يعني كبيره قوي، وان شاء الله احنا تحت امر حضرتك في اي حاجه، وطبعا ودي تعليمات الهيئه. ماشي يا فندم. واحد ماشي. بس انا هاخد تعالى يعني عشان ودي بالترسانه خلاص. والله باشمهندس تعال. لا تعال هم اللي بتوعنا يا ريس كمان. عاملين لنا الكويت. لا لا
يجيب لك واحد. في هنا نقط كتير وعايز ادورها. هو الفكره الاساسيه انا عايز اللي هو عايز يقلل التكلفه اللي بتكلفه ويقلل الوقت. هو يعني بنفس الامكانيات. نفس الامكانيات بنفس الطاقه. بنفس الطاقه. هتلاقي مهتم بالمواتير اللي هي شغاله مع المعديه، هي الكويسه، هي اللي كانت صعبه. تمام. ونتكلم كمان حضرتك على ان في بعض الحاجات احنا ممكن نعملها بطريقه ثانيه توفر علينا وقت، توفر علينا فلوس. احنا بنستخدم حاجه استخدام جديد لازم